صباح الفل يا رجاله. المره اللي فاتت على طول اتكلمنا في موضوع اساسيات الجيم بقى نفسه وايه اللي بيحصل جوه الجيم، ودلوقتي جينا للنقطه اللي انت لو قصرت فيها هتخلي الاول والتاني ملوش اي 30 لازمه. تمرينك بشده عاليه بقى بشده واطيه بتتشقلب ملوش اي 30 لازمه. الاكل والتغذيه برضو ليهم ان انت تحط لهم اهداف. ما انا دلوقتي مثلا لو عايز اضخم هيبقى اكلي مختلف او اكلي زياده عن حد بينشف او حد بينزل وزنه والكلام ده كله. فانا مثلا لو بتمرن وعامل عجز في سعراتي وانا اصلا هدفي ان انا اضخم، فانت لا، انت اصلا ممكن تلاقي نفسك بتخسر ماسلز طبيعي جدا. ما انت تمرينك مثلا شدته عاليه والاكل اللي انت بتدخله مش كافي او بروتينك قليل، فانت لازم تبقى برضو حاطط تارجت للتمرين وحاطط تارجت للاكل نفسه. انت عايز تعمل ايه؟ تضخم، تنشف، تثبت اصلا وزنك، ما تتحركش بس تظبط الشيب بتاع جسمك. ودايما بنسمع جمله ان الفورمه بتتعمل في المطبخ والكلام ده. الجمله دي فيها جزء من الصحه، لان انت على قد ما التمرين هو بيبعت الاشارات للعضلات بتاعتك انها تتحفز او ان هو بتتحط تحت ضغط بسبب التمرين، فالناحيه التانية الاكل هو اللي بيدي العضلات الطاقه او بيدي لها المواد الخام اللي تبدا تصنع او تبني بيها. فلو الاساس ده اصلا مش موجود انت بتبني على اساس ضعيف. ما ينفعش مثلا ابني برج على دور اول اصلا عمدانه مخستعه، فاهمني؟ فانت لو هدفك البلك، احنا هنا محتاجين نعمل فائض في السعرات. يعني جسمك لو محتاج عدد سعرات معينه احنا بنزود عليه عشان نبدا ان احنا نضخم او ان شكل عضلاتنا يبان كبير او جسمنا يبان ضخم. عكسها القط، حاسس ان انا مثلا دهوني زياده قوي عن عضلاتي فابدا ان انا اعمل قط عشان خاطر انزل دهوني، وفي نفس الوقت عضلاتي بقى تبدا تظهر بدل ما هي كانت مختفيه، ملامحها كده مختفيه بسبب الدهون الزياده. عايز اشتغل على ان جسمي يبقى ثابت لا بيعلى ولا يقل، فهنا ممكن اشتغل على سعرات ثباتي وابدا بس ان انا اتمرن واعمل بالانس كده بين الاكل والتمرين والدنيا هتظبط. لا هخس ولا ايه هتخن، بس ممكن لو عايز اقلل دهون شويه ازود عضل شويه من غير ما ان انا اصلا انزل وزني. وده بقى ينقلنا لنقطه السعرات الحراريه. ويعني ايه اصلا سعرات حراريه؟ كلمه سعرات حراريه هي بالظبط مساويه لكلمه الطاقه اللي انت جسمك بيحتاجها عشان يقوم بالعمليات الحيويه بتاعته، اللي هي البي ام ار ده اللي هو معدل السعرات اللي انت محتاجه في يومك علشان خاطر انت تبدا ان انت تعيش. فانت لو السعرات اللي بتاكلها اكتر من السعرات اللي جسمك محتاجها فانت كده دخلت في مرحله البالكينج، اللي انت عملت فائض. يعني الكالوريز ان اللي داخله اكتر من الكالوريز اوت، من الكالوريز اصلا اللي الجسم بيحرقها او اللي الجسم محتاجها. انا دخلت زياده فبقى في فائض، فهو ده اللي هيشتغل معايا في موضوع البلك. عكسه القط، نفس الفكره، لو الكالوريز اوت اكتر من الكالوريز ان يبقى انا كده عامل عجز. فده مبدا برضو القط. وهنا هننتقل للنقطه الثالثه اللي هي مبدا الفروق الفردي. انا مثلا دلوقتي انا ليا واحد صاحبي، انا وهو ليه لازم ناكل مختلفين عن بعض؟ ليه هو ياكل اكل وانا اكل اكل، او هو ليه ياكل كميات وانا اكل كميات؟ باختصار لان كل جسم بيكون ليه زي آلية معينة، دي معتمدة على حاجات كتير. هو مثلا يعني ممكن مثلا صاحبي ده يبقى شغال مثلا شغل فيه شيل وحط وبتاع ودايما عامل مجهود مع الجيم. انا ممكن ابقى اصلا شغال على كمبيوتر وطول الوقت قاعد عمال اعمل كده واكتب وبتاع وبتمرن اصلا تمرينه خفيفه، فهو محتاج ياكل اكتر مني. وبرضه على حسب الهدف ده، انا بتكلم في حاله ان لو هدفنا احنا الاتنين بلك هو محتاج ياكل اكتر مني لان هو بيحرق اكتر. موضوع بقى الجينات والكلام ده كله ممكن ناس اصلا يبقى حرقها عالي جدا. يعني انا اصلا من الناس الاكسترا هارد جين، ما بزيدش بسهوله. انا بزيد يعني بطلوع الروح وما بزيدش فاتس. يعني انا لو زدت كيلو فانا زدت كيلو عضل حرفيا. يعني مفيش اصلا فاتس بزيدها. فانا عكس اللي جنبي عكس اللي جنبنا، فكلنا مش نفس الحاجه وخامه جسمنا مختلفه. فعادي طبيعي جدا ان هو ياكل اكل مختلف عنك وانت اكل مختلف عنه، وبرضه ممكن يكون هو ما بيحبش اكل انت بتحبه، فعادي يعني ان موضوع الاختلاف يكون وارد. وبرضه بتختلف على حسب الطول والوزن. حد مثلا وزنه اضخم مني فطبيعي ان البي ام ار بتاعه يبقى اعلى. حد اطول مني هتلاقي عامه الحسبه اللي طلعت لنا في الاخر مختلفه تماما عني عن اللي جنبي. حتى لو انا عندي اخ توأم ممكن تختلف طبعا. عشان كده الدايت بلان بتاعك لازم يكون مخصص ومحسوب ليك انت بس على حسب طولك ووزنك ونوعك وسنك. عشان كده ما ينفعش يجي جدول من على النت ولقيته مثلا 2500 سعره فابدا اقول امشي عليه فتره وابدا اقول ان انا ليه اصلا ما بزيدش او ليه ما بخسش لو انا هدفي ان انا اخس. ما هو لان هو مش محسوب ليك، ده مش بتاعك اصلا، دي حاجه عامه. وارد ان هي ما تناسبش جسمك ووارد ان هي تناسب جسمك. على فكره ممكن تخبط معاك، بس كل ما وزنك هيزيد كل ما احتياجك هيكتر، او كل ما مثلا هتغير هدفك مره واحده. فانت كل ما جسمك مثلا هيضخم او هيزيد كل ما احتياجك من السعرات هيكتر.
فهتحتاج كل شويه اصلا انك تغير الدايت بلان بتاعتك. فانت ما ينفعش يبقى دايت بلان واحد انت ماشي عليه طول حياتك. هتلاقي اصلا انك في فتره خلاص انت بقيت ثابت ما بتزيدش، لان ممكن اصلا تلاقي نفسك على فكره بتخس لان انت زدت، فسعراتك اللي انت بتدخلها اصلا ممكن بدات تبقى قليله على جسمك، انت عملت عجز وانت مش واخد بالك اصلا. فاحنا كده النهارده لمينا اهم نقط التغذيه وماشيين مع بعض خطوه بخطوه، والفيديو الجاي هيتكلم عن آلية عمل اصلا زين، وازاي البي دي افات دي بنشتغل عليها، والسيستم ماشي ازاي والكلام ده كله، ايه اللي بيوصل لي، ايه اللي مش بعمله، ايه اللي بعمله. بس فانا عامه مبسوط جدا، وانا مبسوط بيك وفخور بيك لو انت اتفرجت على الفيديو ده، لان انت كده حد غالبا انت محتاج، يعني فعلا انت عايز تحقق حاجه وعايز تحقق نتيجه. وانا بجد يعني ان شاء الله هنبقى في ظهر بعض وهنساعد بعض ان احنا نحقق النتائج اللي انت محتاجها. مع السلامه.